السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة بقى انا جايلكم بفيديو جديد. هعمل معاكم الجلاش بالفراخ، اكلة كده خفيفة وسريعة مش هتاخد منك اي وقت. لو اول مرة تشوفوا الفيديو ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. ولو انت مشتركة في القناة ما تنسينيش تعملي لي لايك وتكتبي لي كومنت حلو منك كده. تمام، يلا تعالوا بقى نشوف هنعمل الجلاش الحلو السريع ده ازاي. يلا بينا. انا كده معايا صدور فراخ. صدور دي كانت بانيه، كانت عندي في الفريزر كده طلعتها. وهبدأ بقى ان انا هقطعها مكعبات صغيرة بالشكل ده كده. على قد ما تقدري حاولي ان انتي تقطعيها مكعبات صغيرة. خلاص، مش عايز تعمليها مكعبات وتعملي الجلاش بالفراخ بالمكعبات الصغيرة. افرميها في الكبة وعصجيها زي اللحمة بالظبط، بتبقى حلوة برضو. بس انا هعمله المرة دي هعمله المرة دي بالقطع الفراخ. تمام، انا هقطعها بقى على قد ما بقدر ان انا بقطعها قطع صغيرة خالص عشان ما تبقاش ايه القطعة كبيرة والمكعب كبير حتة الجلاش. تمام، انا كده خلاص بقى بدأت اقطع الجلاش بتاعي زي ما انتم شايفينه كده. ما شاء الله، ده كان يعني حوالي نص كيلو بانيه. قطعته بالشكل زي ما انتم شايفينه كده. تعالوا بقى، انا معايا طاسة كده على البوتاجاز. هنزل بقى بشوية من الزيت، وهنزل كمان بمكعب من الزبدة علشان نشوح الفراخ لغاية ما تغير لونها كده. خلاص بقى نسيح مكعب الزبدة، وبعد كده ننزل بالفراخ. خلاص بقى انا هنزل بكمية الفراخ اللي معايا، وهبدأ ان انا اقلبهم اقعد اقلب فيهم لغاية ما تغير لونها كده وتنشف من المية. انا مجرد ما بحطها على النار وبقلبها زي ما انتم شايفينها كده لونها بيغير. ولو انت وصلت في الفيديو لحد كده ما تنسيش تعملي لي اللايك. كده خلاص الفراخ بتاعتنا لونها غير وبقت كلها شكل بعضها. هنزل بقى معايا بصلايه كده كبيره، انا ضربوها في الكبه مش منعماها قوي، حاجه بسيطه كده. تمام، هنزل بيها بقى على الفراخ وهبدا ان انا اقلبها. معايا هنا قرن من الشطه وقرن من الفلفل مقطعهم مكعبات صغيره بالشكل ده، وهنزل بيهم برضك على البصله والفراخ. هبدا ان انا احط البهارات بقى. معايا فلفل ومعايا بهارات. دي معلقة صغيرة من البهارات ومعلقة برضو صغيرة من الملح. هنزل برضو ببصل بودرة وتوم بودرة، ورشة صغيرة من جوز الطيب. تمام، وكده خلاص دي البهارات بتاعتي. مخليها ريحة الفراخ طعمها تحفة وريحتها تجنن. تمام كده خلاص، انا هقلب بقى الفراخ مع بعض. وبرضو هضيف حاجة برضو هتخلي الفراخ بتاعتي طعمها مسكر. طماطمايه مقطعاها مكعبات صغيرة زي ما انتوا شايفينها بالشكل ده كده. وهبدأ ان انا اقلب الفراخ واسيبها بقى تستوي شوية. وبعد كده ايه، آه يبقى خلاص الفراخ جهزت معايا. عندك بقى فلفل الوان برضو تضيفيه عادي مفيش مانع. انا ما كانش عندي الفلفل الالوان، حطيت الفلفل ده، هتبقى حلوه برضو. كده خلاص خلصت معايا زي ما انا قلت لكم. اطفي عليها بقى وتعالى نعمل الجلاش. انا كان عندي لفه الجلاش دي في الفريزر، وهبدا بقى ادهن الصينيه. الحروقات دي ما بتطلعش من الصينيه، كان الكيس الحراري مسك فيها يعني، فهي ما طلعتش. خلاص على قد ما اقدر انا طلعت يعني، فمش هتطلع في الجلاش طبعا. انا دهنت الصينيه بالشكل ده كده. وهبدا ان انا احط ورقتين اتنين جلاش. انا مش بحب ادهن كل ورقه ورقه عشان ما يبقاش دسم قوي. دول ورقتين زي ما انتم شايفين بالشكل كده. هفردها في الصينيه وهدهنها. وهبدا ان انا الم الاطراف اللي طالعه دي عليها برضو زي ما انتم شايفين كده. بتنيها بالشكل ده كده، وبرضو بدهنها زبده.
برضو هجيب اتنين كمان ورقتين اتنين، كل ورقة ما بين ورقتين بدهن ايه، بدهن زبدة. هو الورق مقطع معايا شوية لان كان في الفريزر، لكن هو مش هيقول لا، هيبقى حلو برضو، مش هيبقى وحش يعني لما اعمله في الاخر، ولا كأنك ايه ولا كأنه مقطع ولا اي حاجة. برضو هبدأ ان انا اجيب اللترف كده واتنيها، وادهنها برضو زبدة بالشكل ده ما انتوا شايفينه كده عشان تبقى طرية معايا. انا بقسم لفة الجلاش، يعني مثلا 6 ورقات مجوز اخليهم ايه 3 و3، تمام، 3 مجوز. يعني الورقة اللي انا بحطها دي بتبقوا 2 لازقين في بعض كده. حطيت 3 رقات، وهبدأ ان انا احط الحشوة وافردها في الصينية. ابدأ ان انا اوزعها بقى بالشكل ده ما انتوا شايفينه كده. خلاص كده انا فردت الحشوة، وهبدأ ان انا احط الجلاش بقى زي ما انتوا شايفين بقية لفة الجلاش. هبدأ ان انا ارصها برضو و وادهن ما بين كل ورقتين وورقتين برضو زبدة. حاول ان انا الحتة اللي هي متقطعة دي ان انا احطها فوق الحتة اللي انا حاطها تحت علشان ما تبقاش خفيفة. خلاص، وبدأت الم اللطرف برضو ونزلتها بالشكل ده. طبعا بقية الحشوة اللي فاضت انا مش هركنها يعني، برضو هنعمل بقى اي حاجة يعني نستفيد منها برضو وتقضي. خلاص. وبكده بقى انا بدأت ان انا بقى افرد الجلاش زي ما انتم شايفين كده، وادهن زبدة ما بين كل ورقتين وورقتين، وبظبط كده الصينية واخلصها بقى. وتعالوا نشوفها بعد ما خلصت وهنقطعها معاكم. كده خلصت اهيت. هي شكلها منحكش كده ومش مظبوط، بس هتبقى زي الفل اللي بعد ما تطلع من الفرن. خلاص انا هبدأ ان انا اقطعها بقى بالسكينة قبل ما تخش الفرن، عشان لو هي استوت وطلعتها من الفرن مش هتعرفي تقطعها خالص وهتتكسر منك. انا بحب ان أنا اقطعها قبل ما تخش الفرن. قطعيها بقى المقاس اللي انت عاوزاه. وبكده بقى خلاص انا خلصت الصينيه تقطيع زي ما انتوا شايفينها كده. انا بقى دلوقتي معايا مج صغير زي ده كده من اللبن. هحط عليه ايه؟ هحط عليه الزبده اللي فاضله، وهبدا ان انا اسقسق الجلاش من فوق. انا مش هحط كتير عشان ما يبقاش عجينه. فانا حطيته زي ما انتوا شايفينه كده. واستنى برضك عشان ما تفضش في الطبق، حطيتها على الوش. وكده بقى انا هدخلها الفرن. وتعالوا بقى شوفوا بعد ما خرجت من الفرن. بعد ما بتخرج من الفرن انا بغطيها علشان ما تبقاش ناشفه قوي، تضطر شويه. خلاص. تعالوا بقى نشوفها واحنا نطلعها من الصينيه. حلو جدا وخفيف عن اللحمه. حابه ان هو يكون طري معاكي، حطي برضو زودي اللبن شويه. انا بحط بيضه، بس انا المره دي ما حطيتش بيض، قلت هعمله من غير البيض. تمام. وكده الجلاش مورق زي ما انتوا شايفينه كده، والحشوة فيه خطيرة، طعمه تحفة جدا. وزي ما انتوا شايفين كده الصينية يعني مش مفيهاش منحكشة ولا حاجة زي ما كانت وانتوا شايفينها. هي اتسوت واتعدت لما انا حطيت بقى عليها اللبن ودخلتها الفرن. طالعة قطع زي ما انتوا شايفينها كده، وطعمها تحفة. شايفين؟ مورقة وحلوة جدا. بقول لكم متنسوش تعملوا اللايك. حلوة جدا، طعمها تحفة. ويا رب يكون عجبكم الفيديو. اتمنى يكون عجبكم الفيديو. وكده بقى الفيديو بتاعي خلص. انتظروني في فيديو جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.